معنا الآن من خلال موقع حق وضلال الأستاذ فادي يوسف مؤسس ائتلاف آباء مصر. أهلا بيك أستاذ فادي. أهلا وسهلا. كنت النهارده عاملين مؤتمر صحفي ومؤتمر بخصوص توحيد القبطي وتوحيد الصف القبطي. كنتوا جايبين بعض من المفكرين، احكي لنا عن المؤتمر ده والمفكرين وكان يهدف إلى إيه وتوصلتوا إيه في النهاية؟ هو الحمد لله احنا دعينا كل المنظمات والحركات اللي كانت الحلقة قدامنا الحقيقة، كان بشكل حقوقي أو بشكل سياسي أو بشكل مدني، وتم الاستجابة من كل الأطراف. يمكن كيان واحد هو بس اللي ما استجابش. النهارده تفاعلنا مع كل طرح وجهة نظره. تأثير الاجتماع كان مفيد جدا على الكل، لأن احنا كلنا بنهدف بعد تولي أو بعد حكم الإسلاميين مصر وتغيير الأوضاع إن احنا نوحد الصف القبطي، الصوت والاتجاه والهدف واحد. فليه ما نتكلمش باسم مجمع؟ احنا كده بدأنا نعمل مبادرة اسمها مبادرة التحالف القبطي الدولي أو التجمع القبطي الدولي أو اللوب القبطي الدولي. ومش مهم المسمى، ان هو الهدف ان احنا بنأسس كيان يجمع كل الحركات القبطية بشكل كونفدرالي، بحيث كل كيان مستقل بذاته في قراراته في ايديولوجيته، لكن بيتمثل او بيمثل شخصين من كل كيان في هذا التجمع. بيكون في اجتماعات دورية على الأقل مرتين في الشهر، ويكون في اجتماعات طارئة لو في أمور استدعت هذه الاجتماعات. ورأي الأغلبية وتعدي 70% من الأغلبية هو اللي بيتخذ فيه قرار جماعي وبيطلع فيه قرار جماعي. مثلا على اكزامبل يعني بحضور الدكتور عماد جاد اجتماع النهارده، فاحنا بنرشحه كائتلاف آباء مصر كنائب رئيس جمهورية. وأنت شايف إنه يكفي ترشيحكم كان يكون بالفعل نائب رئيس جمهورية؟ ترشيحنا كائتلاف آباء مصر فقط ضعيف، لكن ترشيحنا ككيانات قبطية مجمعة، يعني التجمع أو التيار الثالث زي ما بيسموه دلوقتي التيار المدني من جانب الآباء ترشيح شخص معين كممثل لهم في رئاسة الجمهورية، فده اللي هيكون له تأثير قوي جدا، تأثير بضغط إعلامي وضغط رسمي. ضغط إعلامي عن طريق القنوات والإعلام والجرائد والصفح المرئية والمسموعة والمقروءة، وضغط رسمي من خلال تقديم طلبات رسمية وعاجلة لرئيس الجمهورية بناء على تصريحات التعيين نائب قبطي أن يتم تولي دكتور عماد جاد، أو حتى لو فرضت بشخصية ثانية وفرضت من الكيانات الأخرى خدت تصويت الأغلبية، يتم تعيينه في نائب رئيس الجمهورية ويكون ممثل حقيقي عن الأوقات. بعتوا كام حركة تقريبا النهارده أستاذ فادي؟ في حدود 11 حركة قبطية، حضر 10 منهم ولم تحضر حركة واحدة، اتحاد شباب مسبيرو. والنهارده وصلنا لنتائج كويسة جدا، أهمها إن في تجمع او في هدف واحد يسعى ليه كل الكيانات الحدث المحترمه، ان يكون في صوت واحد للاعضاء. طيب مين المفكرين السياسيين او مش كنتوا داعينهم النهارده؟ كلهم حضروا. الدكتور عماد جاد، كمال زاكر مفكر، رمسيس نجار، الاستاذ هاني الجزيري، استاذ ثروت بخيت، استاذ كارل غبريال، استاذ امجد مراد، ابونا بطرس الامرموله، استاذ نبيل عزمي الامين عن الائتلاف. يمكن مش عايز يغيب عني شخصيات، لكن استاذ هاني بهنا، في من كل الكيانات ممثلين، استاذ وليد من حزب الآباء الأحرار، في كيانات ممثله كثيره حضرت معانا النهارده. و يعني انا متاكد ان انا نسيت حد، بس يعني دول حضور ذهني دلوقتي. تمام. طب الائتلاف هيختص الفترة اللي جاية خاص بالأقباط وقضاء الأقباط في زر الإخوان، وهيعمل إيه؟ هيعمل حملات توعية فاهم الشباب الإخوان ولا؟ مبدأ إن الائتلاف منظمة حقوقية، من ضمن قضاياها هي القضية المصرية، من ضمن قضاياها قضية الأقباط اللي بيهتم بيها. ومنذ بداية عهد الائتلاف يمكن بعد أسبوع واحد بس من إعلان تأسيسه بدأ يجمع الحركات القبطية في وقفة زي وقفة مجلس الشعب من أجل الأحداث العملية ومن تشريع. فكان الائتلاف هو تجميع وتوحيد الصف القبطي، ودوت اللي يمكن الناس كتير قوي عندها ثقه في الائتلاف وحضرت النهارده، حتى لجنه المواطنه الكنسيه حضر منها ممثلين النهارده. فده بيدي انطباع ان في ثقه للناس ان الائتلاف بيسعى لتوحيد الصف وليس لاجل مبادره ذاتيه او لمصالح شخصيه. الهدف جماعي والفكر جماعي والتوحد جماعي. شكرا ليك جدا استاذ فادي يوسف مؤسس عام ائتلاف آباء مصر. شكرا.